مساء الخير. أنا المرشدة السياحية، والنهاردة قصة حياة فنان في دقيقة. فناننا النهاردة من نوع مختلف. فناننا النهاردة الفنان الجميل والكبير، لقب بالعملاق، أو ممكن نلقبه بعتريس السينما المصرية، الفنان الجميل محمود مرسي الله يرحمه. تاريخ ميلاده 7 يونيو 1923. تاريخ وفاته 24 إبريل 2004. توفى عن عمر يناهز 81 سنة. الله يرحمه ويرحم الجميع. اسمه بالكامل محمود مرسي محمود، ممثل مصري، ولد في مدينة الإسكندرية. والده هو مرسي بيك محمود، نقيب المحاميين بالإسكندرية. درس في القسم الداخلي التابع للمدرسة الثانوية الإيطالية، وبعدها التحق بقسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وسافر على طول لفرنسا من أجل دراسة الإخراج السينمائي، وقضى هناك 5 سنين. وبعد كده اتنقل من فرنسا لبريطانيا ليشتغل في هيئة الإذاعة البريطانية حتى وقوع العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، فاستقال وقرر إن هو يرجع تاني مصر ويشتغل في الإذاعة المصرية. وبعد كده اتنقل من الإذاعة للتلفزيون، وبدأ التمثيل عام 1962 من خلال فيلم أنا الهارب مع المخرج الكبير نيازي مصطفى، واستمر في العمل خلال فترة الستينات والسبعينات من القرن العشرين. وأما عن حياته الزوجية فتزوج مرة واحدة فقط من سيدة المسرح العربي الفنانة الجميلة سميحة أيوب، وأنجب منها ابنه الوحيد علاء. هوامش في حياة فنان كبير: اشتغل بهيئة الإذاعة البريطانية لمدة 7 شهور، وأول ما رجع لمصر بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 واشتغل في الإذاعة المصرية، قدم فيها برامج كتيرة جدا فنية وثقافية، ومنها برنامج كان بيتكلم عن المسرح العالمي. واشتغل مدرس لمادة التمثيل بالمعهد العالي للفنون المسرحية. أما عن التكريمات فحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2000، وكرمته وزارة الثقافة عن جهده كأستاذ لمادة الإخراج بالمعهد العالي للفنون المسرحية. وكرمه كمان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان الإذاعة والتلفزيون. هل تعلم عزيزي المشاهد إنه كان المرشح الأول لدور أنيس بفيلم صرصارة فوق النيل من خلال جهة الإنتاج، ولكن المخرج في الوقت ده أصر على عماد حمدي؟ فيا ترى لو هو كان عمل الدور كان طلع ببراعة عماد حمدي ولا كان ترك بصمة أكبر؟ أما لو اتكلمنا عن مشاركات الفنان محمود مرسي فهنجد إن الفنان محمود مرسي مثل مع نادية لطفي 3 أفلام: الخائنة عام 1965، والسمان والخريف عام 1967، والليالي الطويلة في نفس العام عام 1967، والتلاتة حققوا نجاح كبير جدا. محمود مرسي دخل في قائمة أفضل 100 فيلم ب6 أفلام، وهما السمان والخريف اللي اتعرض عام 1967، شيء من الخوف اللي اتعرض عام 1969، ومن ساعتها الناس كلها بتلقبه بعتريس السينما المصرية أو العملاق. زوجتي والكلب اللي اتعرض عام 1971، أغنية على الممر اللي اتعرض عام 1972، ليل وقضبان اللي اتعرض عام 1973، وأبناء الصمت اللي اتعرض عام 1974. أصيب بأزمة قلبية حادة أدت لوفاته، وتوفى في مدينة الإسكندرية مسقط رأسه. والغريبة إن بعد وفاته لقوا حاجة غريبة جدا: نعي كاتبه لنفسه وكتب فيه أسماء أقرب أصدقاء. الله يرحم عملاق الفن، والله يرحم عتريس السينما المصرية. من أشهر أدواره شيء من الخوف مع الفنانة الجميلة شادية. قدم 92 عمل فني، ومنهم الشحات،
امرأة عاشقة، أبناء الصمت، فيفا زلاطة، شمس الضياع، إني راحلة، أمواج بلا شاطئ، طائر الليل الحزين، بنت الأيام، المجهول، المتلقي، دمعة ألم، الليلة الموعودة، وكان سرابا، العملاق، من أين يدفع الثمن، زينب والعرش، كل هذا الحب. الرجل والحصان، صعود بلا نهاية، سعد اليتيم، المحروسة 85، سفر الأحلام، رحلة السيد أبو العلا، حد السيف، الخديعة، عصفور النار، بين القصرين، قصر الشوق، العائلة، أبو العلا 90، الجسر، لما الثعلب فات، الآنسة هيام، نجوم في سماء الحضارة الإسلامية، بنات أفكاري، فجر ليلة الصيف، مأساة الدكتور حسني، ليل وقضبان، أغنية على الممر، بنك القلق، زوجتي والكلب، دخان الجريمة، شيء من الخوف، السمان والخريف، الخائنة، تمن الحرية، الليالي الطويلة. الله يرحمه لأنه ترك لنا سيرة طيبة نتكلم بيها عنه، ولأن قصة حياة الفنان لا يمكن تكون في دقيقة، وعشان كده استنونا في قصص حياة الفنانين اللي جاية. يا ترى هنتكلم عن مين؟ سلام عليكم.